تقريبا اكتر عماره طلع عليها اشاعات في اسكندريه، ومش بس كده، ده من كتر ما طلع عليها حكايات اتكتب عنها في الجرايد واتعمل عليها افلام كمان. وطبعا كل الحكايات دي بتتلخص في انها مسكونه، لدرجه ان الجيران جابوا شيوخ علشان يقروا قران ويخلصوا العماره من الاشباح اللي سكناها. حل منطقي. بس الغريب ان اتقال ان الشيخ لما دخل العماره ما لقاش السلم موجود، وابواب الشقق كمان اختفت. يا لهوي! طبعا الشارع كله جري والموضوع سمع في اسكندريه كلها. بس بعد كده يقال ان الشيخ تاني حب يعمل بطل وقرر انه هيدخل العماره، وكمان هيبات في شقه من الشقق. وفعلا بات فيها يوم واتنين وتلاته، وطبعا ده كان قدام الشارع والمنطقه كلها، واللي اتاكدوا ان مفيش حاجه والموضوع كله اشاعات، وان العماره سليمه. الراجل قعد 3 ايام كاملين ما حصلوش حاجه. انما بقى في اليوم الرابع صحي الجيران على اصوات عاليه وصريخ، ولقوا الشيخ مرمي على الارض من الشباك. وقبل ما يموت قال انه شاف ارواح واشباح ودم على الحيطان.